افضل طريقه للدجاج المقلي هو نقع الدجاج بمحلول ملحي، البرايننج. النقع بيفيدنا اول شيء، بيكون الدجاج ما فيه رائحه، بيكون من الداخل في عصاره، الملح بيدخل داخل الدجاج وكذلك التوابل. عندي هنا 2 لتر ماء، ملعقتين كبيره ملح. استخدم بهارات البروستد من الغربي. بسوي معكم دجاج مقرمش بتكنيك ان شاء الله تستفيدون منه. ملعقه كبيره بخلطهم اذوب الملح والبهارات. صدور دجاج قطعتهم شرايح مثل ما تشوفون بالطول. احفظه بالثلاجه اقل شيء 4 ساعات، ولا تسوونه قبل بليله تسوون هذه الخطوه. من نص دقيقه نسوي ايولي صوص او المايونيز المنكه بالبيت. مايونيز بالشبت والزعفران والثوم. بضيف المكونات كلهم. عشان نحول الزيت لشيء كريمي نحتاج شيء اسمه الاستحلاب. اكثر شيء يساعدنا على الاستحلاب البيض والخردل. تدرون ان هذا هو المايونيز؟ المايونيز عباره عن زيت وشوي اضافات. هذه بس الاضافات، وهذا كله زيت للمايونيز. نضيف الزيت على المكونات. حلب المايونيز بالخلاط الكهربائي مهم جدا، تكون الحاويه ضيقه وفي فتحه بسيطه بس. بسم الله، نخليه بالنص ونشغل على اسرع شيء. شوف كيف يستحلب. نرفع الحين شوي، شوف شلون. مثل ما تشوفون ما اخذ وقت ابد، اقل من 30 ثانيه ويجهز معنا المايونيز. هذا المايونيز بالشبت والزعفران. بعد ما نقعنا الدجاج بالمحلول الملحي تقريبا 4 ساعات بنصفيه من الماء وبنسوي اللي هو التغليف. التغليف عباره عن دقيق وبهارات البروستد من الغربي، استخدمناها بالمحلول وبنستخدمها بالتغليف. هذه البهارات ما شاء الله تبارك الله. اضفت ملعقه كبيره. نخلط الدقيق والبهارات. اول شيء بغطيها بالدقيق بالطريقه هذه، بعدين ابدا اضغط بالطريقه هذه واجدعها كذا. اضغط ثانيه وافرك واجدعها، اضغط ثانيه وافرك واجدعها. اكرر هذه العمليه يعني 5 مرات 6 مرات. شوفوا الحين كيف تشكلت، تونا ترى ما خلصنا. شوف شلون بدات تشكل الطبقه. الخطوه الثانيه عندي ماء بارد جدا، ماء فيه ثلج. خليها شوي كذا، بعدين ارجعها للدقيق مثل ما تشوفون. ارجعها للدقيق واغطيها اول شيء بالدقيق بالشكل هذا، بعدين اخذها كلها هي والدقيق واضغط كذا وافكها. اضغط ثانيه وافكها، اضغط ثانيه، اضغط الدجاجه كذا علشان اشكل هذه الطبقه المقرمشه. ما تحتاج تضيفون كرون فليكس ولا اي شيء ثاني للدجاج الكريسبي. شوف الطبقه واستمر عشان اغلفها ما شاء الله تبارك الله. بقلي الدجاج على حراره 180. حراره العثمانيه من الغربي. شوي على البطاطس وملح والدجاج المقرمش. الدجاج المقرمش بطاطس، جبنه بارميزان على البطاطس، مايونيز الشبت والزعفران بالبيت. أهمية التمليح ان الدجاج يحافظ على عصارته. شوف شلون